السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم أحضرت لكم وصفة جميلة وبسيطة، وهي التلبينة النبوية. لكن قبل أن نبدأ أحببت أن أشارككم شيئا جميلا عن هذه الوصفة. هل تعلمون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، يهتم بالمريض والحزين ويعلمنا ما فيه الخير لنا؟ التلبينة من الأطعمة التي وردت في السنة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن التلبين كانت تصنع للمريض لمن أصابه الحزن. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مجمة لفؤاد المريض، والأجمل أنها وصفة بسيطة جدا ومكوناتها متوفرة. نبدأ بكأس من الحليب وكأس من الماء، ثم نضيف 3 ملاعق ممتلئة من دقيق الشعير، ونضيف معها ملعقة من العسل. نخلط المكونات جيدا وهي باردة حتى يذوب دقيق الشعير ولا تتكون لدينا كتل. بعدها نضع الخليط على نار هادئة ونستمر في التحريك حتى يغلي ويتماسك قوامه. والشعير من الحبوب التي تحتوي على الألياف، لذلك فالتلبينة يمكن أن تكون إضافة بسيطة ومغذية ضمن نظام غذائي متوازن. وبينما نحضرها تذكروا شيئا جميلا: كم كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما بنا، حريصا على أمته، حتى إنه أرشدنا إلى أشياء بسيطة في حياتنا اليومية. وبالنسبة لكل شخص يمر بمرض أو حزن أو فترة صعبة، أسأل الله أن يفرج عنه ويمنحها القوة والعافية والطمأنينة. لكن التلبينة طعام وليست بديلا عن العلاج الطبي عند الحاجة، والأخذ بالأسباب من التوكل على الله. الآن أصبحت التلبينة جاهزة، نفرغها في إناء التقديم، ويمكن تزيينها بقليل من العسل، ومن أحب يمكنه إضافة المكسرات، وأنا أفضل أن أبقيها بسيطة. فهي في النهاية وصفة سهلة لا تحتاج إلى الكثير من المكونات. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا أعجبتكم الوصفة لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركوها مع شخص تحبونه، فقد تكون سببا في أن يتعرف على سنة جميلة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، ونلتقي في وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.